كنت في الحمام مع شقيقتي الكبرى ننظف أسناننا بعد تناول طعام العشاء، وفجأة لم أعد أستطيع تنفس. هرعت لعند أمي التي رأت أن شفتي بدأت تزرق، فأعطتني علاجا مضادا للحساسية، ووضعت جهاز الاستنشاق على أنفي، وطلبت من أختي الاتصال بالإسعاف. بقيت مدة يومين في المشفى، ولكن لم تفلح جهود الأطباء في إنقاذي، فقد أصبت بصدمة حساسية مفرطة أدت لوفاتي بسبب معجون الأسنان الذي وصفه لي طبيب الأسنان بعد أن أحسست بالآلام في أسناني. أنا دينيس سلديت من كاليفورنيا الأمريكية، عمري 11 عاما. كنت منذ ولادتي أعاني من حساسية منتجات الألبان، والتي تظهر أعراضها خلال دقائق وتسبب الصدمة في الجسم، كصعوبة في التنفس وانخفاض ضغط الدم وضعف النبض. ورغم أن أمي كانت تقرأ كل الملصقات والتحذيرات المكتوبة على الأغذية والأدوية قبل أن أتناولها، ولكن لم يخطر ببالها أن تقرأ التحذير المكتوب على معجون الأسنان بأنه يحتوي على بروتين الحليب، وتسبب حادث وفاتي بصدمة للجميع، وخاصة لطبيب الحساسية، فهي المرة الأولى التي تحصل هكذا حادثة. وشعرت أمي بأنها هي وطبيب الأسنان مسؤولين عن وفاتي، فقررت التبرع بأعضائي لإنقاذ حياة الناس.